مبنى ملعون، كل اللي بيسكن فيه بيحكي عن حاجات غريبة بتحصل فيه، ومنهم اللي مش بيعيش ويحكي. وبتبتدي قصة الكتاب بروزماري وجوزها، واللي كان ممثل وبتجيله أدوار يعني مميزة ولكن مش بطولة مطلقة. وبيجيلهم مكالمة من صاحب مبنى برادفورد الأثري، وده مبنى مشهور جدا، وبيقول لهم إن اسمهم موجود على قائمة الانتظار، وعلشان كده بيكلمهم ويقول لهم إن في شقة فضيت في المبنى، ولو عايزين ياخدوا فكرة يقدروا يجوا في أسرع وقت، لأن الشقق بتتاخد بسرعة. وعلى الرغم من إن روزماري وزوجها مضوا عقد شقة وخلاص هينقلوا فيها، ولكن روزماري بتعرف تقنع جوزها إن هم يروحوا الشقة ويشوفوا بس، يعني عشان حلم حياتها تسكن في المبنى دوت. والمبنى ده مشهور جدا، وكل اللي بيسكنوا فيه بيكونوا من الأرستقراطيين والناس الأثرياء. فلا، هي بتقرر إن هي هتشوف الشقة بس، مجرد حلم حياتها. وفعلا جوزها بيوافق، وفعلا بيروحوا يشوفوا الشقة، واللي بيكتشفوا إن صاحبة الشقة ديت ماتت فجأة. ومش كده وبس، لو هم بيتمشوا في الشقة لقوا إن الست ديت كانت سادة خزينة في البيت بمراية تقيلة جدا، مستحيل إن هي تكون حركتها لوحدها. وكمان مساحة زي كده بدل ما تستغلها هي سدها ليه؟ بس ده طبعا ما أثرش في روزماري، واللي أعجبت بالشقة جدا، وقررت إن هي وجوزها هيتحججوا لأصحاب الشقة اللي أجروها، وهيقولوا لهم أي حاجة بحيث إن هم يأجروا الشقة بتاعت مبنى برادفورد. وفعلا بيقدروا إن هم يخلعوا من الإيجار اللي فات ويأجروا الشقة دي. روزماري كان ليها صديق عزيز جدا كبير في السن، والشخص ده كانت بتعتبره إن هو زي أبوها بالظبط، خصوصا إن عائلتها تقريبا في منهم مشاكل فمش بيكلموا بعض. والشخص ده اسمه هاتش، وهاتش دوت كان عازمها على العشاء هي وجوزها. وأثناء العشاء بتفاجئوا بالخبر إن هي خلاص حلم حياتها هيتحقق، وهتأجر خلاص شقة في مبنى برادفورد. وأول ما هاتش بيسمع الكلام ده بيتصدم، وبيقول لها وبيرجوها إن هي ترجع عن قرارها ده، لأن المبنى ده معروف عنه بيحصل فيه حوادث غريبة قوي من انتحار وقتل. أشهر قضية في البلد هي إن في أختين توأم كانوا عايشين في البيت دوت وفي شقة من الشقق، ولكن اكتشفوا إن الستتين دولت قتلوا أطفال كتير في المدينة، ومش كده وبس، دول كلوه. روزماري رفضت تسمع الكلام ده، وشافت إن هاتش عنده نظرة تشاؤمية من الكتب اللي بيكتبها، ولكن روزماري ما كانتش تعرف إن هي غلطة عمرها. ولكن كل ده هتلاقيه في كتاب طفل روزماري للكاتبة شيرين هنائي، ومش هتندم أبدا إن انت قريت الكتاب ده.